السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة سبانخ يعني عظمة و... وبرضو بطريقة سهلة كده على قدي، ويا رب تعجبكم وتقولوا لي كده ايه رأيكم فيها يعني ان شاء الله لما تتعمل يعني. هنبدأ كده بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اول حاجة احنا هنا جبنا لحمة. اللحمة دي انا من بالليل لان انا كنت فاضية يعني مفيش حاجة ورايا، فقلت ايه بالمرة كده استغل الوقت. فانا جبت بصلاية وبشرتها وحطيتها عليها بعد ما طبعا قطعت اللحمة وغسلتها كويس. جبت بصلاية كبيرة وبشرتها وحطيتها عليها وضفت لها شوية ملح وشوية البهار وشوية الفلفل الاسود وقلبتهم كويس جدا وسبتهم وغطيت الحلة وحطيتها في التلاجة لحد الصبح. طبعا عشان الموضوع ده عشان بيدي نكهة جميلة جدا جدا للحمة لما تيجي تشوحيها وبتشمي ريحتها بتبقى طبعا يعني هي ايه اللي بتحكم معانا هنا. معانا هنا توم مدقوق ومعانا هنا كمان يعني دهنة علية كده جميلة انا بحب اضيفها للحمة. ومعانا هنا كزبرة خضراء قطعتها، انا ما كانش عندي كزبرة كنت شايلها في الفريزر فاني ساعات بحتاجها مش بلاقيها يعني، فطلعتها من الفريزر سبتها تفك شويه زي ما انتم شايفين. ومعايا هنا كيسه السبانخ المثلجه اللي انا هبقى هوريها لكم ان شاء الله يعني ايه لما اجي اوانها ان انا ازاي بسلجها واجمدها في الفريزر. ومعانا هنا ملح ومعانا هنا بهار ومعانا هنا فلفل اسود ومعانا هنا هناخد معلقتين سمنه. انا بصراحه مش بحب السمنه بس هحط معلقه واحده بس كده، وبحط شويه زيت لان ما بحبش الدهون الكتير فيها يعني. او ساعات بستغنى عن السمنه وبحط يعني ايه كفايه اللحمه ومعاها قطعه الدهنه وخلاص. ومعانا هنا الطماطم ضربوها برضو جهزاها كده هنا في الخلاط. بس هنبدأ كده بسم الله. هنعمل التسبيكة ونشوح اللحمة وخلينا كده ايه مع بعض واحدة واحدة. وهنا بصوا يعني السمنة قد ايه، انا مبحبش دهون خالص زي ما قلت لكم. هحط حاجة كده السمنة الصغيرة دي واحط شوية زيت معاها كده ماشي. برضو بصوا يعني الزيت مفيش يعني خالص يعني لان احنا عندنا دهون، عندنا لحمة وعندنا يعني كام قطعة الدهنة واللي هي اللي على بعض دول، فيعني حرام كده يعني ايه ان احنا نكتر في الدهون والسمنة وكده. فبس يا دوب حطيتهم كده فكوا وهنبدأ ننزل باللحمة عشان نشوحها. بسم الله. نقلبها كويس. ممكن انقلها على العين الاكبر في دي كده عشان الكاميرا انا عايزه اقربها لكم. ممكن اجيبها هنا كده مش عايزه تشتغل بس عايزه ايه اوريكم بس ايه انا بتشوح كده بس. وناخدها كده تقلبتين يعني نقعد حوالي 10 دقايق يا دوب بس اللحمه كده ايه تتظبط مع نفسها. وهنا انتوا شايفين بصوا اللحمه خلاص كده كلها يعني خلاص كده بصوا كلها كده اتظبطت وخلاص يعني ما شاء الله كلها يعني جمعت الانسجه بتاعتها. فخلاص هننزل بقى بعد كده بالخطوه ايه اللي بعد كده اللي هي الطماطم. بس خلاص كده هقلب الطماطم تقريبا كويسه وابدا احط الثوم. احنا هنا نزلنا بفصين الثوم. بصوا انا بحب بصراحه مع السبانخ والباميه بكتر الثوم يعني
يعني ايه، بحب اكتر الثوم، وبحب ايه تبقى ريحتهم انا ايه حساها وشماها قوي كده، ولها طعم كده جميل يتقطع، لان الثوم ما شاء الله بيطعم الاكل، وبالذات يعني في اكل معين بيبقى عايز ثوم كتير. انا عندي السبانخ والباميه يعني بحب فيهم الثوم اكتره قوي يعني، اما تستخسروش خالص الثوم في الايه في الاكلتين دول. بس كده خلاص تمام، بقت زي الفل. خلاص بقى انا هسيبها كده واغطي الحله و لحد ما تغلي وتتسبك، وشويه كده نبقى نزودها كوبايتين ميه، وبعد كده نحط السبانخ، وبرده احنا مع بعض. انا هنا بعد ما خلصت وسبتكم لقيت نفسي ايه بصراحه نسيت الايه الدهنه وكم قطعه اللي انا كنت مطلعاهم من الفريزر يعني عندي ومقطعاهم جاهزين. فما فيش اي مشكله، احنا كده برضو الدنيا ما ايه ما راحتش مننا في حته تانية، احنا زي ما احنا حطيتهم وهقلبهم على تسبيكه على الصلصه على الطماطم، وهنقلبهم كويس جدا. وانا حابه بصراحه ادي برضو شويه توابل تانية، فهنحط بقى شويه فلفل كمان كده وشويه بهارات ونرجع تاني مع بعض. وكده خلاص اهو حطينا شويه الفلفل وشويه البهار اللي قلت لكم عليهم. تمام، 7 بهارات اللي احنا بنقول عليهم. وخلاص كده حطينا التوابل كلها واتنجزت مع بعضها واتقلبت كده مع بعضها. خلاص كده انا هسيبهم زي ما قلت لكم كده ربع ساعه بقى الطماطم ايه تشكشك كده ونبقى نحط بعد كده نزود شويه ميه ونغطيها تستوي براحتها خالص. هنا ما شاء الله احنا خلاص حطينا السبانخ وحطينا الكزبره المتقطعه وقلبنا اهو زي ما انتم شايفين، يعني ايه اهو زي ما انتم شايفين. بس وكده خلاص بسم الله ما شاء الله. هنسيبها بقى كده نص ساعة على نار هادية تستوي، وبألف هنا وشفا. وكده بسم الله ما شاء الله احنا خلاص خلصنا الأكلة الجميلة بتاعتنا النهاردة. خلاص السبانخ بسم الله ما شاء الله، بصوا يعني عسل عسل جميلة ما شاء الله. والاكل بقى اللي يفتح النفس كده بقى مع مخلل الزيتون والليمون والطماطم والعيش بقى اللي جايلي من البلد والبصل والكابوتشي وتعالوا اتغدوا معانا. وبألف هنا وشفا، جربوها بس كده وان شاء الله هتعجبكم.